مرحبا بكم. الفيديو ديال اليوم غنهضروا على هاد لي برودوي ديال تنظيف البشره ولا لي سوان دو فيزاج ولا الكوماج. بالنسبه للمبتدئين يعني كيسولوا على هاد النوع ولا هاد الكريمات ولا هاد لي برودوي ديال تنظيف البشره، يعني الطريقه ديال الاستعمال ديالهم. كاين عندنا جوج. كاين عندنا الكريم اللي كيكون فيه دوك الحبيبات اللي يدار على الوجه من بعد ما كدير فوطه سخونه، بحال مثلا هذا اللي عندنا ديال فليو. هذا يعني هذاك كريم التقشير، يعني هذا كيكون فيه دوك الحبيبات اللي كيكونوا داخل، هما اللي كيبقى باش كيعاونك باش تنظيف البشره ولا تنظيف الوجه. كما كتلاحظوا هذا النوع اللي عندنا هنا هذا هو يعني كريم لجميع انواع البشره. كما كتلاحظوا هذا كيخدم كاع البشره، سواء البشره اللي كتكون حساسيه ولا البشره الجافه ولا البشره الدهنيه. هذا كيخدم كلشي. هذا النوع ديال الكريم اللي قلنا اللي فيه حبيبات اللي كيعاونك على تنظيف البشره، هذا كنستعملو هو الاول. هذا طريقه كما قلنا، كتشد فوطه سخونه كتحاول يعني تمسح ولا كتنظف الوجه ديال الكليان مزيان، عاد من بعد كدير البرودوي ومن بعد كتخدم مباشره، يعني كتخدم بطريقه دائريه وغير بشويه حتى كتنيطوي الوجه مزيان ديال الكليان، كتمسح الوجه مزيان. من بعد كتخدم بهذا الكريم اللي قلنا. هذا الماسك هذا الماسك كيكون يعني ماسك كيكون رطب. هذا ماسك الخدمه ديال هذا الماسك ديال الطيني كيتحط في الوجه كيبقى 15 دقيقه. بعد 15 دقيقه كتحاول يعني تنظف الوجه من هذا الماسك ديال الطين. يعني فوطه من الاحسن تكون يعني فوطه بارده. 15 دقيقه يعني كيعطيك واحد النتيجه، لان هذا كيغذي الوجه وفي نفس الوقت كينقي الوجه مزيان، كينظف الوجه مزيان، وكيعطيك واحد النتيجه اللي كيلقى واحد الفرق، كيبان لك الوجه بانه راه تنظف مزيان. بالنسبه للناس اللي عندهم لي برودوي في الدار، بالنسبه للانسان اللي كيكون مثلا يلاه عجم الحمام ولا دوش، من الاحسن بلا كاع ما يستعمل هذا الماسك اللي كيكون فيه حبيبات حارشه. من الاحسن يدير غير هذا الماسك، يخليه 15 دقيقه ومن بعد كما قلنا يمسحوا فوطه بارده ولا تكون غير دافيه شويه. من الاحسن الماسك ما يتخدمش بالماء سخون. هادشي اللي كان اخوان في هذا الفيديو، شكرا على المتابعه.